الليلة أذكر لك قصة موت جبرائيل. جبرائيل اللي تسمع عنه، جبرائيل اللي نزل إلى إبراهيم وقال له في لحظة واحدة أصعد للسماء وأنزل إليك، وإذا تريد أنجيك من نار النمرود أنا قادر. جبرائيل اللي شال مدائن لوط على ريشة واحدة من جناحه فما أحس بثقلها. شلون يموت جبرائيل؟ خلي أذكر لك الرواية اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله، وحتى تعرف بأن كل شيء خاضع لله تبارك وتعالى. حتى جبرائيل اللي تسمع عن قوته، اللي يعبر عنه القرآن الكريم ذو قوة، شايف هذا إذا جاء قدام أمر الله عز وجل، قدام قضاء الله وقدره، خلاص بعد ذيك القوة وذيك الهيمنة وذيك الملكات كلها تروح، يخضع قهرا. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: فيقول الجبار جل جلاله يا ملك الموت من بقي. يعني هذه في الرواية النبي صلى الله عليه وآله يخبر عن نهاية الدنيا، وكيف أن الله يأمر ملك الموت بأن يقبض أرواح البشر والبهائم والسباع والهوام والحشرات والملائكة، ولا يبقى من المخلوقات شيء إلا 4 ملائكة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهو ملك الموت. فالآن هذه الفقرة من الرواية تبين لنا قصة موت جبرائيل، كيف سيموت. خلنا نشوف قوة جبرائيل وملكته، ولا عنده أنه يشيل مدائن لوط على ريشة واحدة قدر يدفع عزرائيل. خلنا نشوف. النبي صلى الله عليه وآله يقول: فيقول الجبار جل جلاله يا ملك الموت من بقي، وهو أعلم. فيقول ملك الموت سيدي ومولاي بقي إسرافيل، وبقي جبرائيل، وبقي ميكائيل، وبقي عبدك الضعيف ملك الموت خاضع ذليل. زين، قد ذهبت نفسه لعظم، هذا هو ملك الموت يحكي عن نفسه، يقول روحي راح تطلع من اللي شفته. قد ذهبت نفسه لعظم ما عاين من الأهوال. فيقول الجبار تبارك وتعالى إلى ملك الموت: انطلق إلى جبرائيل فاقبض روحه. فينطلق ملك الموت إلى جبرائيل عليه السلام، فيجده ساجدا وراكعا. منه؟ جبرائيل. ملك الموت يجي إلى جبرائيل وشوفه قاعد يتعبد، يركع ويسجد. يعني كأنما جبرائيل مو مثل الملائكة اللي سجود لا يركعون وركوع لا ينتصبون، لا، مخول له الركوع والسجود. فيجي إلى ملك الموت إلى جبرائيل يركع ويسجد. فينطلق ملك الموت إلى جبرائيل عليه السلام، فيجده ساجدا وراكعا، فيقول له ملك الموت، يقول لجبرائيل: ما أغفلك عما يراد بك يا مسكين. لو تدري الآن شو مجهز لك. ما أغفلك عما يراد بك يا مسكين، قد مات بنو آدم وأهل الدنيا وأهل الأرض والطيور والسباع والهوام وسكان السماوات والأرض وحملة العرش والسرادقات وسكان سدرة المنتهى، وقد أمرني المولى بقبض روحك. فعند ذلك يبكي جبرائيل فيقول متضرعا إلى الله تعالى: يا الله هون علي سكرات الموت. هذا جبرائيل، هذا جبرائيل يتوسل إلى الله أنه يخفف عليه سكرات الموت، وهو أمين الله على وحيه، وهو صاحب القوة الذي. احنا شو نقول لحظة الموت؟ احنا شو نقول يا جماعة؟ أمير إمامنا الحسن الزكي عليه السلام يقول: أبكي لشيئين، لفراق الأحبة وهول المطلع. إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام في كل سجدة دعاء في السجود: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. فلهذا يا إخواني دائما اسألوا الله أن يرحمنا في تلك الساعة، وإن شاء الله نشوف الرحمة في ذيك الساعة. تدري ليش نشوف الرحمة؟ أنا أقول لك. أولا لأن نبي الرحمة
توصى بنا يا ملك الموت شدد علي وخفف على أمتي. هي واحدة. الثانية أمير المؤمنين عليه السلام يحضر قبل شروع ملك الموت في قبض روح عبده المؤمن فيقول يا ملك الموت رفقا به فإنه من أوليائنا. وإلا جبرائيل هذا تسمع يقول يا الله هون علي سكرات الموت فيضمه ملك الموت ضمه يقبض فيها روحه فيخر جبرائيل عليه السلام منها ميتا صريعا. هذه قصة موت جبرائيل اللي تسمع عنها.